التعامل مع الشخصية دي إزاي؟ لأن جوزي زي كده بالظبط. خليني أقول لك حاجة مهمة، الراجل المتلاعب مش دايما بيبان في أول لحظة، بالعكس بيبدأ في أول العلاقة باهتمام زايد حبتين، الكلام الحلو والعود الكتير، بس مع الوقت بتبتدي تحسي إنك مش مرتاحة ومش فاهمة أنت فين، أو بتحسي بلخبطة شوية ما بين اللي بيقوله واللي بيعمله. أول خطوة علشان تعرفي تتعاملي معاه إنك تحترمي إحساسك وتصدقيه، يعني لو شفتي أو حسيتي إن في حاجة غلط اعرفي إن الغلط ده مش في إحساسك، الغلط في اللي بيحاول يلغي إحساسك. تاني خطوة هو إنك تسأليه أسئلة مباشرة واضحة جدا، ومش المقصود أبدا إنك تهاجميه، لكن ممكن تقولي له أنا شايفة تصرفاتك مش واضحة، أو أنت ناوي على إيه أو بتفكر في إيه، لأن الشخص المتلاعب بيتغير أو بيتأثر وقت المواجهة الصريحة. وأهم نقطة، خلي ردود أفعالك أفعال مش كلام وبس، يعني مهم إن يشوفك بتنسحبي بهدوء، انسحاب مؤقت وبدون أي دراما، وقتها بس هيخسر سيطرته. في النهاية لازم تكوني عارفة إن الغلط عمره ما كان عنه، واللي بقوله ده هدفه الإصلاح ما بينكم. وبلاش تتهوري في ردود أفعال، عشان لو الشخص ده مهم بالنسبة لك أو موجود ما بينكم أولاد أو مهمة جدا العلاقة بالنسبة لك، يبقى لازم نصلح ما نهدش.